اما انايا الخبز فالواجهه ديال المنزل ديالي باقا كحله. وخصكم تعرفوا بان هذاك الرخام ديال تازا راه كيجي ممتاز في الواجهات. علاش؟ لانه صحيح كيصبر العوامل ديال الجو. السلام عليكم، كيف الاحوال؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. الفيديو ديال اليوم غادي نقربكم فيه من الجديد ديال الحجر الطبيعي اللي كيتستعمل في الديكورات الداخليه والخارجيه ديال المنازل والفيلات. غادي نعطيكم معلومات مهمه عن الانواع ديالو، الطريقه ديال التركيب ديالو، وايضا الازمنه. فيديو غادي يكون مهم بزاف، غير تابعوه من الاول الى الاخر. ولكن قبل ما نبداو ما تنساوش تهبطوا لتحت وتعملوا واحد اللايك. وبالنسبه للخدمه اللي غادي تشوفوا معايا كامله هي ديال المعلم حسن من مدينه تازا. تبارك الله عليه، خدمه ممتازه. غادي نخلي لكم رقم الهاتف ديالو، غادي يطلع لكم هنايا في ليماج ديال الفيديو، وايضا غادي نخليه حتى في الصندوق ديال الوصف. وكما كتعرفوا كاملين بان استعمال الحجر الطبيعي في الواجهات ديال الفيلات والمنازل كما كتشوفوا معايا في الفيديو مهم بزاف من الناحيه ديال الديكور. وايضا حتى هذاك الواجهه ديال المنزل ملي كنديروا له الحجر الطبيعي، هذاك الحجر كيحميها من العوامل الخارجيه، يعني من الشمس ومن الشتاء. ايضا كيكون بمثابه واحد العازل. غير هو بطبيعه الحال خصو يتركب بالطريقه الصحيحه ديالو. والمعلم اللي غادي يركبه ماشي اي معلم، خصو يكون حريفي. لهذا دائما كنوصيكم ما تركزوش غير على هذاك النوع ديال السلعه اللي غادي تخدموا بها، ايضا نركزوا حتى على المعلم اللي غادي يخدم لكم هذاك السلعه. بالنسبه للخدمه ديال حسن تبارك الله عليه ممتازه. هو من مدينه تازا. والدراري ديال تازا اللي كيخدموا التحجرت كاملين تبارك الله عليهم الصراحه. تعاملت معهم ناس معقولين، دراري باغيين يخدموا وعندهم الكلمه وعندهم الاتقان في العمل. وحتى بالنسبه للاثمنه ديالهم اللي كيخدموا بها بصراحه راها جد ممتازه. واذا كنتي وصلتي للمرحله ديال التحجرت فخذ الرقم ديالو وتواصل معاه، فما غاديش تندم. اما انايا الخبز فالواجهه ديال المنزل ديالي باقا كحله. تقريبا عامين باش سكنت وواجهه كحله، ما درت لها لا حجار ما درت لها لا صباغه. القضيه عندي شويه مزيره ماديا. دعيو معايا الخوت حتى انا ندير تحجرت بحالكم، ونشارك معكم جميع المراحل ان شاء الله بحول الله. وبالنسبه للمعلم حسن فهو دائما كيركب الحجار ديال الواجهات بالسلك، ضروري ومؤكد باش هذاك الحجار دائما كيبقى لاصق ثابت مزيان، وخا دوز عليه الشمس والشتاء ما كيوقع له والو، ما كيطيحش. غير هي النصيحه اللي غادي نقول لكم، حاولوا ما امكن ما ديروش الحجار بزاف في الواجهه ديالكم، يعني ما تشارجيوش. اختاروا شي ديكورات اللي تكون بسيطه وانيقه في نفس الوقت. ايضا حتى الصباغه اللي غادي ديروا مع هذا الحجار، ديروا واحد الصباغه اللي هي سامبل لون مفتوح. خدموا غير بالاندوي ديال الواجهات، وديروا واحد الصباغه مائيه اللي تكون عاديه. ما ديروش الباستا ولا الكريفي لانهم غادي يزيدوا يشارجي لكم الواجهه. وايضا حاولوا ما امكن تجمعوا بين جوج انواع ديال الحجار، يعني تستعملوا جوج اشكال مختلفه. اولا تستعملوا الحجار ومعاه الرخام، سواء هذاك الرخام كان ديال تازا او لا اي نوع اخر ديال الرخام. وخصكم تعرفوا بان هذاك الرخام ديال تازا راه كيجي ممتاز في الواجهات. علاش؟ لانه صحيح كيصبر العوامل ديال الجو، يعني كيستحمل الحراره وكيستحمل الشتاء، يعني ما كيتشقش بسهوله. غير هو ضروري المعلم يخدموا بالسيمه البيضاء ماشي بالسيمه الكحله، بحال اللي كنقول لكم على الانواع الاخرى ديال الرخام اللي كيكون اللون ديالها مفتوح. علاش؟ اذا خدمها المعلم بالسيمه الكحله، هذا الرخام هذا كيتشرب هذاك اللون الاسود وما كيبقاش اللون ديالو صافي، يعني ما كيبقاش هذاك الكريمي صافي اولا هذاك الرمادي صافي. يعني ضروري تقولوا للمعلم انه يخدموا لكم بالسيمه البيضاء باش كيبقى في اللون ديالو. وكما كتشوفوا معايا في هذا الحائط ديال الحديقه تخدم بالحجار في اللون الرمادي، كيجي ممتاز هذا الحجار هذا في الواجهات. وهرسوا هذاك الحجار بهذاك البوند ديال الرخام ديال تازا. وباش كيعجبني انا الاستعمال ديال الحجر الطبيعي انه دائما كيبقى عاجبك، يعني ما كيطلع لكش في الراس ابدا، بخلاف اذا مشيتي استعملتي الزليج في الواجهات. وخا هذاك الزليج يكون على شكل تحجرت مع المده، يعني كدوز واحد 4 ولا 5 سنوات، الشركات ديال الزليج كينتجوا موديلات جدادين وحدين اخرين، وبالتالي داك النوع اللي كان عندك نتايا صافي كيطلع لك في الراس، كتبغي تحيدو ودير شي شكل جديد. بخلاف الحاجه ملي كتكون طبيعيه بحال هذا الحجر الطبيعي، يعني كيبقى دائما كيبقى هو، يعني ما يجيش واحد النهار وغادي تنتج لنا شي حجر طبيعي واحد اخر.
شوفوا معايا هاد الصوره، الواجهه تقريبا مخدومه كامله بالرخام ديال التازه في اللون البيج. خصكم تعرفوا بان رخام التازه فيه جوج الوان فقط، بيج ولون رمادي، ومدخلين له واحد شويه ديال الحجر في اللون مفتوح، يعني في اللون البيج. هاد الحجر هذا جا غير من التحت، وبصراحه جا الديزاين ديالو مزيون بزاف. وبالنسبة للثمن اللي كيخدم به المعلم حسن، هاد الحجر الطبيعي ابتداء من 250 درهم المتر كاري. بطبيعة الحال هاد الثمن هذا كيختلف على حسب النوعية ديال الحجر، وأيضا على حسب المساحة ديال الخدمة. يعني كل ما كانت واحد المساحة اللي هي كبيرة الثمن شوية كينقص. وبالنسبة لهذوك لي باغيت اللي كيمشيو معاه ب60 درهم المتر لينير. وبالنسبة للمعلم حسن راه كيخدم حتى هاد الشميعات اللي كيجيو في الدروج ديال الفيلات وكيجيو في البالكونات، وايضا كيخدم حتى الرخام التازه اللي كيكون في الجرادي واللي كيكون في الجوانب ديال لابيسين. ان شاء الله غادي ندير لكم فيديو خاص بهذه الخدمه هذه. وكما قلت لكم في اول الفيديو، بالنسبه للحجر الطبيعي كما كنقدروا اننا نستعملوه في الواجهات ديال المنازل، ايضا كنقدروا نستعملوه في الديكورات الداخليه ديال المنازل. وكما كتعرفوا كاملين كنقدروا نديروه في السواري، كنقدروا نديروه في الحائط ديال الشيميني، في الحائط ديال التلفاز، في الكولوار، في الطلعه ديال الدروج، يعني في عده اماكن اللي كنختاروها في المنزل ديالنا. غير حاولوا ما امكن حتى في وسط المنزل ديالكم ما تشارجيوش، يعني ما تطليوش الدنيا كلها حجر، يعني يكون الاستعمال ديالو بشكل معقول. وايضا وسط المنزل ديالكم حاولوا ما امكن تستعملوا هذاك النوع اللي كيكون صغيور، لان كتعرفوا بان هذا الحجر هذا راه فيه واحد القياسات اللي هي مختلفه. كتبدا من 2 سنتيمتر على 20 وهي طالعه، كاينه 2، كاينه 3، كاينه 4 وانت طالع. وسط المنزل بالخصوص حاولوا ما امكن ديروا هذاك النوع اللي فيه 2 سنتيمتر على 20. في الواجهه ديال المنزل ماشي مشكل يكون كبير شويه، ولكن وسط المنزل يكون صغير احسن. غير هو بالنسبه لهذا النوع صغير كيكون الثمن ديالو شويه زايد. علاش؟ لان التكلفه ديالو ديال اليد العامله كتكون طالعه. لان المعلم ملي كيخدم بهذاك الحجر اللي كيكون كبير، راه دغيا مثلا نهار دغيا غادي يضرب واحد الجزء كبير في الحائط. ولكن الا كان عنده داك الحجر غير صغيور، راه غادي يبقى غير واحد الجزء يبقى فيه النهار كامل. وايضا بالنسبه للقياس ديال هذاك الحجر ما خصوش يكون شي كبير شي صغير، يعني يكون عنده القياسات تقريبا مقاده مع بعضياتها، باش في الخدمه كيطلع مساوي وكيطلع زوين في الديكور. وبالنسبه للحجر اللي كيتركب في الديكور الداخلي ديال المنزل، فما كيتركبش بالشبكه لانه ما كيكونش معرض من الشمس. غير هو المعلم ملي كيسالي ضروري يدير له واحد الفيرني باش دائما كتبقى فيه واحد اللمعه مزيونه، وايضا كيجينا سهل في التنظيف ديالو. وبالنسبه للمرحله اللي نقدروا نديروا فيها التحجر وسط المنزل ديالنا، فكتكون قبل الصباغه، باش هذيك الصباغه ديالنا ما كتكرفصناش. وبالنسبه لهاد الانواع ديال الحجار كامله اللي كيخدم بها المعلم واللي شفتوا معايا في الصور، هي ديال المغرب. كاينه ديال تازه، كاينه ديال خنيفره، وكاينه ديال افران ايضا. ودابا وصلنا للنهايه، نتمنى هذا الفيديو يعجبكم وتستافدوا منه. ما تنسونيش من لايك، وشكرا لكم بزاف، ولله يخطيكم عليا، وبسلامه عليكم في فيديو اخر ان شاء الله.